وهذه الكرة وهذه المحاولة الماضية سقوط بسام، وكارلوس إدواردو سجل للمرة الثالثة على التوالي في مباراته الثالثة، أو للمرة الرابعة في المباراة الثالثة على التوالي. يسجل للمرة الرابعة في منطقة الجزاء. أبعدت، عادت المحاولة من جديد. ناكاجيما الياباني يضرب ويسجل التعديل، يضع كرة في شباك المعيوف ويعيد الأمور إلى الاتزان مرة أخرى بهدف التعادل. الآن 1-1 بأقدام الياباني ناكاجيما جويا ناكاجيما، صاحب 24 سنة، الرجل القادم من فريق بيرتو مينيز هنالك في منافسات بطولة الدوري البرتغالي. هذه الكرة الماضية استغل فيها خطأ ديجينيك وضرب في المرمى ليسجل التعادل الآن لتصبح الأمور 1-1. هذه المحاولة الإبعاد من جحفلي، لكن ناكاجيما في المكان المناسب. شويا يضع كرة في الهلال الإيراني، كرة بمحاولة لمصلحة الهلال الآن في منطقة الجزاء. خطيرة يأتي الرد من علي البلاهي، والبليهي يسجل في شباك يمين ليستعيد الهلال التقدم الآن، ويأتي الرد مبكرا جدا من ركنية لعبها جوفينكو. وصلت الكرة بعد ذلك إلى البلاهي وبالصدر في المرمى يسجل هدف التقدم 2-1 الآن في دقيقتين سجل هذه الكرة، هذه المحاولة. ومونتاري هو من لعب الكرة الرأسية الماضية، وصلت إلى البلاهي في مكان مميز جدا. واللاعب الآخر اللي هو هداف آسيا التاريخي في نسخة واحدة، والحديث عن المعز. كرة تصل إلى جوميز في المرمى. جول! يصحو الأسد الآن ويسجل الهدف الثالث. أسد الهلال عال العال، ثالث الأهداف تأتي الآن عن طريق جوميز في شباك الحارس كلودامين ليتقدم الهلال الآن ب3 أهداف مقابل هدف. 3-1 يستغل من خلالها الهلال الخطأ الدفاعي وينجح في أن يسجل، هذه المرة بأقدام جوميز الذي يظهر في آسيا ويسجل أول أهدافه. هذه الكرة مهدي بن عطية في المرة الأولى لم يحسن التصرف، في المرة الثانية بسام وصلت إلى جوميز أمام المرمى، يعرف كيف يتعامل، سدد قوية جدا في شباك الدحيل. ثالث الأهداف 3-1 الآن. الملك على نادي الاتحاد، والكابتن كان وقتها مبارك عبد الكريم. من الماضي نرجع المباشر في كرة من جوفينكو خطيرة، باش يضرب إدواردو. جول! كارلوس الدابة السوداء لنادي الدحيل، يعني يسجل فيهم رابع أهداف كارلوس إدواردو في مرمى نادي الدحيل. 1-0 يتقدم زوران ماميتش. 25 دقيقة هي وقت كافي. كرة تمشي سريعة على الاطراف، التوزيعة يوسف العربي، الكرة الثانية ياخذها شوية خطيرة، والتعادل الدحيل. قلت لك فيه هدف قاتل، وقلت لك الفريقين الاثنين باش يسجلوا هدف التعادل. الغنام يحتج على الحكم الرابع، ماذا هناك وبماذا طلب وبماذا يطالب الزعيم الهلالي، ولكن قبل دخول الدوسري هدف التعادل عن طريق شويا ناكاش حد الفريق القطري، ولكن ما زالت الثاني ممكن، والحكم يؤكد الهدف الثاني. قلت لك ما زالت لم تنتهي قمة الكبار، روح الاصرار، البلي حطها من كرة من كورنر. هدف ثاني يا هلال،
الهدف الثاني يا هلال، الهدف الثاني يا هلال. الهلال يرجع من جديد. الهدف الثاني وقلة تركيز واسترخاء. مباراة الزادي انتهت 1-1 بين العين وصيف بطل العالم واستقلال ايران، وبالتالي نقطة الاستقلال، نقطة للعين، ولكن الان رجعت 6 للهلال 3 للتحيل. هذه هي الوضعية في هذه المجموعة النارية. ما زالت 10 دقائق اكثر شوية، ما زالت الفرص، ما زالت الخطورة، والكرة وجوال يرجع بالكرة خطيرة ممتازة جدا وفرصة، وجوميز جوميز جوميز، عالمي يا جوميز، عالمي يا جوميز، عالمي يا جوميز، يا مخوف الصغار والكبار.